بيبتدي فيلمنا مع بوبو، وده طفل مغامر شغال مع باقي صحابه، وبيكون مع صاحبه جبال، وهما الاتنين بيسلقوا الجبل وعايزين يسرقوا بيضة بطريق عملاق. فعلا بيوصلوا لمكان البطريق وبيجري عليه بوبو عشان يرفع ديل البطريق ويسرق من تحتها بيضة سحرية اسمها بيجا بول، ويحط مكانها بيضة تانية عادية. بس لما بيلف عشان يهرب مع صاحبه بيلاقيه سرق بيضة بطريق عشان جعان وعايز ياكلها. بيقول له بوبو فكك من الهبل اللي انت بتعمله ده ورجع البيضة مكانها. في الوقت ده بتقع البيضة على الأرض وبتتكسر وبيطلع منها بطريق صغير عشان يعمل صوت عالي، وده بيصحي أمه وبتقول لهم انتوا نهاركم مسود. وتفضل الأم تجري وراهم وتطاردهم، بياخدوا دورهم في سنانهم ويهربوا قبل ما يتقبض عليهم. بيستخدم بابا أسلحته عشان يستخدم طريق الجليد، ويفضل الاتنين يجروا عليه وبيوصلوا كهف وبيستخبوا فيه وهما مستنيين البطريق العملاق يبعد عنهم. بيطلع بطريق صغير ويفضل يهاجمهم، وفي نص ما هما مشغولين بيسرق منهم البيضة السحرية اللي معاهم، بياخدوها في الطيارة وبيهربوا بيها. بس بيجري وراهم بوبو وبيسيب جبال لوحده. وقبل ما تقدر البطريق انها تزعل جبال بتوصل يايا عشان تنقذه وتهرب بيه من قدام البطريقة. وبيكون بوبو بيجري ورا الاتنين اللي سرقوا البيضة السحرية بس مش بيقدر يمسكهم. وقبل ما يهربوا من قدامه بتوصل طيارة فيها فونج عشان تاخد البيضة تاني منهم، وبيشكروا بوبو ان هو وصل في الوقت المناسب وساعدهم. قبل ما يتحرك بوبو اللي معاه من المكان بيشوف ان البطريق بيتهاجم برجو ادم، وبيقرر ان هو ينقذهم برغم ان هم اعداء، وبيخلصوا من البطريق المجنون. بيروح بعد كده للفضاء عشان يشوف شوية كائنات فضائية عمالين يحفروا في الارض لحد ما يشوفوا حاجة غريبة في الصخور. ولما بيقربوا منها بيكتشفوا اللي هم شافوه هو بقى ايه، وحش خارق كان عايش من 100 سنة، لحد ما قرر كونسا ان هو يحاربه عشان يخلص منه للأبد. بيرمي عليه الدرع بتاعه اللي بيجمد الطاقة وبيفضل سايبه في الفضاء كل ده. بس الكائنات الفضائية دي بتقرر ان هما ياخدوه معاهم لحد ما يعرفوا هيعملوا بيه ايه. وبنرجع بقى للأرض عند الأدميرال، وده قائد فرقة بوبو واللي بيعاتبه عشان ساعد أعدائه واللي هما أدو وبروك. وبيقول للفرقة كلها باقي اليوم أجازة عشان قدروا يرجعوا البيضة في ميعادها، ودي حاجة كويسة. في الوقت ده بيكون الفضائيين قاعدين ومعاهم الحجر اللي متجمد فيه ريتاك، فبيقدر يحرر نفسه وبيطلع لهم بيقول لهم انا فين ومين اللي عمل فيا كده. بيقول له واحد من الفضائيين محدش يعرف مين اللي عمل كده فيه، وان القوة اللي بتدافع عن الارض وهو واللي زيه هي الفرقة اللي بوبو شغال فيها. فبيقول لهم بيتاكا ان هو عايز يشوف دولي في اسرع وقت. في الوقت ده بيكون بوبو هو وباقي الفرقة راجعين لاهاليهم وكله فرحان وعمال يلعب، الا فانك اللي بيكون متضايق عشان ما فيش حد من عيلته مستنيه، وده عشان ما عندوش عيله اصلا. فبياخدوا بوبو معاه وبيقولوا ما تزعلش نفسك احنا كلنا اخواتك، وبياخدوا معاه بيته عشان يعزموا على الاكل وبيفضل يهون عليه. وبنشوف زولا وده واحد من الفريق وهو عمال يفرج بنته على صوره المهمة، وبيعرفوا ان هو بطل ومن غيره ان هو بطل ومن غيره الفريق ما يقدرش يعمل حاجة. في الوقت ده بيستغل ادو برو ان الفريق كله بيريح ومستكان وبيروح عشان يسرقوا البيضة السحرية، بس بيقطع عليهم زولا وبنته اللي كانوا داخلين يتفرجوا على البيضة. وهنا بيحاول بروف ان هو وادو يهربوا، بس بتقدر بوبي ان هي تدخل البيضة السحرية وبتستخدم قوتها عشان ترمي بروف وادو بره الطيارة. قبل ما يفكر الاتنين قبل ما يعملوا حاجة بيوصلوا ويقبضوا عليهم ويحطوهم في السجن. بيجي بعد كده اتصال من القادة بيقولهم القائد لازم يهربوا بسرعة عشان ريتاكا قدر يهرب وهاجم القاعدة ومش هيقف لحد ما يدمرها. بوبو مش بيعجبه الكلام وبيقرر انه يرجع تاني للقاعدة عشان يحمي اللي فيها، وبيقول له فونج احنا لازم نسمع التعليمات ونمشي وراها ومفيش حد في القاعدة قدر عليه، هتروح انت تعمل ايه ولا ايه؟ بيصمم بوبو على رأيه وفعلا بيروح على القاعدة، وهناك بيلاقي ريتاكا ماسك القائد وعمال يضربه. بس اول ما بيشوف بابا داخل بيقوله انت فينك من زمان، ده انا عايز القوه بتاعتك، وبيرمي القائد من ايده. وبيروح بوبو جاري وهو عايز ينقذ القائد بتاعه، بس بيكون بيطلع في الروح وبيهجم عليه ريتاكا. وبيفضل بوبو يحاول ان هو يواجهه بالقوه اللي عنده. لما بيستخدم بوبو القوه النار بيلاقيها ما اثرتش في ريتاكا ولا اتحرك من مكانه. بيقول له ريتاكا ده اخرك يعني، اوريك بقى انا القوه بتبقى عامله ازاي. وبيسحبه عشان يكمل ضرب فيه. وفي الوقت ده بيوصل فانجو يايا عشان يساعدوه، بس مش بيعرفوا يعملوا حاجة وبيصدموا ان القائد والادميرال اتقتلوا. وبيقدر يتاكا انه ياخد قوة من القوات الخارقة بتاعتهم. وقبل ما يخلص عليه خالص بيوصل جوباي وبيقول احنا لازم نهرب من هنا عشان الحرب دي لا يمكن نكسبها، وبياخدوا معاه في طيارة عشان يهربوا. بس بيقدر ريتاكا ان هو يمسك في الطيارة ومش بيخليهم يهربوا لحد ما يقدر جوبال ان هو يضرب ريتاكا ويعطلوا شوية لحد ما يهرب الاتنين بالطيارة. وبعد كده بيدي ريتاكا اوامره للفضائيين ان هم يفجروا القاعدة واللي بيكون لسه عليه صحاب بوبو، بس بيقدروا يهربوا بالطيارة في آخر لحظة قبل الانفجار.
بعد كده بيوصل بوبو وجبال للكوكب اللي قال لهم عليه القائد، وهناك بيلاقوا سائل حمض بيدمر اي حاجه يلمسها، وداخل عليهم عشان يدمر لهم السفينه الفضائيه بتاعتهم. بس بيقدر بوبو ان هو يستخدم اشعه الجليد بتاعته عشان يجمد السائل مكانه لحد ما يهربوا من السفينه. بس بيقابلهم مشكلتين، الاولى ان كده السفينه اتدمرت خلاص من الحمض، والتانية ان هما بيلاقوا حيوان شكله غريب عمال يهجم عليهم كل ما الدنيا تضلم. ولما حاول بوبو يستخدم قوته عشان يعمل ضوء، بيفتكر ان ريتاكا اخد منه نص قوته، عشان كده مش قادر يعمل اي حاجه. وبيولع النار ضعيفة ومش بتفضل كتير وبتطفي لوحدها، وبيهجم عليهم الحيوانات ومش بيقدروا الاتنين يهربوا منها، وبيقع بوبو ومغمى عليه. بنشوف ان في راجل عجوز وصل وبينقذهم من المكان. لما بيصحى بوبو بيلاقي نفسه نايم، وبيلاقي قدامه الراجل العجوز وبيفضل يناديه باسمه. وبيستغرب بوبو وبيقوله انت مين وليه انقذتني؟ فبيقول له الراجل انه كاسا اللي حارب ريتاكا زمان وقدر يهزمه ويجمده الفتره دي. وبيقول له ما انت شبح كده في نفسك، ما تدربني عشان اقدر عليه من غير اي قوه خارقه. فبيوافق كاسا وبيوافق على طلب، وبيقول له انا هدربك انت وصاحبك ده بس ب3 شروط. اول حاجه مش عايز حد يسال كتير ولا يشكك في اسلوب التدريب بتاعي. تاني حاجه ممنوع اي حد فيكم يستخدم اي نوع من انواع التكنولوجيا. واهم حاجه بقى ممنوع حد يدخل البيت بتاعي. ويوافق بوبو على الشروط ويتفق معاه ان هما يبداوا التدريب في اسرع وقت. في الوقت ده بيكون ريتاكا عمال يهجم على الكواكب وعمال يجمع قوتهم، ومفيش حد قادر يقف قدامه. وبيقول كابتن كاجو، وده اللي كان انقذ صحاب بوبو في طيارته قبل ما يموتوا، انه حط جهاز تتبع في طياره ريتاكا من غير ما يحس، وبيعرف ان هو رايح فين، الكوكب اللي بعده. فبيقرر انه يروح يحذر اهل الكوكب ويحاول يهربهم. بس ما بيوصل هناك بيلاقي ان ريتاكا دمر الكوكب وقتل كل اللي عليه. رايح على الكوكب اللي بعده عشان يبلغ الاداره ان هم يدلوه على مكان الكوكب اللي عليه الدور عشان يحاول يلحقه. في الوقت ده بيروح بوبو وجبال عشان يبداوا التدريب، وبيقول لهم كسا في الاول انتوا كل اللي عليكم تعملوه ان انتوا تنشنوا بالاسهم على الفاكهه اللي موجوده دي. وبيقول للاثنين ايه التدريب التفادي. بس لما بيبداوا الضرب بيكتشفوا ان الفاكهه بتتحرك وعماله تهرب من الاسهم بتاعتهم. بيدخلوا تاني تدريب بيكون نشان على اطباق طايره، بس محدش بيعرف يعمل اي حاجه ولا يجيب ولا طبق منهم. فبيقول لهم كاسا لا اجمدوا، ده احنا كده لسه بنسخن. والتدريب اللي بعده بيكون ان هم ياخدوا اشاره من حيوان عملاق. وبيروح بوبو وصاحبه للغابه وهم مرعوبين لحد ما بيلاقوا الحيوان نايم قدامهم. بس مش دي المشكله، المشكله ان هو اقرع. هيجيب شعره من راسه ازاي؟ بيقرب جبال وبيتاكد ان هو اقرع، فبيدوس بالغلط على نابل وحش فبيقوم من النوم ويفضل يجري وراهم. ويفضل جبال وبوبو خايفين وعمالين يهربوا لحد ما يرجعوا الكاسا. وبيقول له احنا مش عايزين نضرب معاك تاني، انت كده هتموتنا. بيقول لهم كاسا انهم اتطوروا ولو مش مصدقين هيوريهم عملي. فبيرمي عليهم اطباق طايره فبيهرب منها الاثنين ويلاقوا نفسهم فعلا تطوروا وبقوا اسرع بكتير. وانا بيقول لهم كاسا بيقول لهم اخر اختبار لو نجحتوا فيه يبقى خلاص تقدروا تواجهوا ريتاكا. المهم ان هم يخطفوا الكريستاله اللي هي في عصايته. في الوقت ده بيكون زولا وبنته ماشيين في الكوكب ولا على بالهم، وبيقولوا احنا ممنوع ليه ندخل بيت كاسا، اكيد في حاجه غلط. بيفضل الاثنين يخبطوا مفيش حد بيرد عليهم. بيفتحوا الباب وهنا بيستغرب الاثنين مفيش حاجه في البيت وفي شاشات. فبيكملوا الاثنين لحد ما بيلاقوا في نفق تحت الارض، وبتنزل البنوته عشان تلاقي الروبوت اللي كان معاهم على الطياره وبتوصل باسلاك وتعرف ان كاسا بيسرق منه معلومات. هنا بتاخده بيبي وتروح جري على بوبو وبتقول له كاسا مش زي ما بيقول. بس في الوقت ده بيكون بوبو مشغول في اخر اختبار وبيقدر ينجح فيه. بس بعد ما بيخلص بيقول لهم كاسا دلوقتي لازم تدفعوا عشان انا ضربتكم، ولا انتوا فاكريني فاتحه سبيل؟ هنا بيقول له بوبو محدش فيهم معاه فلوس، وبيقول لهم بس كده بسيطه. بياخد كل القوه بتاعه بوبو وبيقول له مالكش حاجه عندي. بتوصل بيبي وبتقول لكاسا انها كشفته. بيقولها انت غلطانه، انا اصلا عملت كل ده عشان ارجع التواصل تاني مع القياده عندكم واعرف اخبار ريتاكا. بيحكي لهم قصه ريتاكا وبيقولوا ان كان صاحبه زمان ايام ما كانوا اطفال، وكان ريتاكا طفل عادي مش باين عليه اي شقاوه وقتها. لحد ما في يوم بيلاقي الاتنين صحاب بيلاقوا كورتين قوه، بياخد كل واحد فيهم واحده منهم وبيعيش بيها حياته عنده قوه خارقه. بس مع الوقت بدا ريتاكا يطمع ويبقى عايز قوه تاني، عشان كده بدا يهاجم كل الكواكب اللي جنبه لحد ما قرر كاسا انه يستخدم قوته ويوقفه عند حده. وعشان كده راح حاربه وجمده. وفي نص الكلام بيبعت ريتاكا رسالة لكوكب كاسا فبيقول له ان خاطف كل صحاب بوبو وهيقتلهم لو ما ظهرش. بيقرر بوبو ان هو يروح يساعد صحابه بيمنعوا كاسا، وبيقول لهم انه هيروح بنفسه يروح يشوف ريتاكا عايز ايه منه. وفعلا بيروح كاسا، بس ريتاكا في الاول مش بيتعرف عليه عشان عجز ومش بقى نافع. وبيفتكروا انت بقى ايه، انت كنت اول ما ضربتني وثبتني كل السنين دي. بيهجم على كاسا وبيقدر يضربه بكل سهولة. بس قبل ما يخلص عليه بيوصل بوبو وبيقول له ريتاكا مالكش دعوه انت بكاسا وخلي حربك معايا انا.
انا اللي معايا القوه. وبيروح لتاكا اللي بيكون اقوى بكتير ويفضل يضرب فيه لحد ما بيبقى خلاص هيقتله. هنا بيقف كاسا عشان يحمي بوبو وياخد هو الضربه بداله، ويقول له وهو بيقع جمع كل قوتك وما تفرقهمش، وبالطريقه دي تقدر تهزم ريتاكا. وفي الكوكب بيوصل زولا وبنته عشان يهجموا على الفضائيين اللي خاطفين صحابهم، وبيفضلوا يحاربوهم لحد ما بيخلصوا عليهم ويهربوا صحابهم من عندهم. وبالنسبه لبوبا بقى مل بنصيحه كاسا، وبيكتشف انه لو جمع قوته هتبقى اقوى بكتير، وبيقف قدام ريتاكا وبيقول له العب بقى انا فوقتلك. بيفضل برضو ريتاكا اقوى منه وبيمسكه المرة دي. قبل ما بيعمل حاجة بيرموا جبال روبوت يمتص القوة لبوبو، اللي عن طريقه بيقدر يمتص قوة ريتاكا ويخليه أضعف. بيوصل كمان يايا وفانجا عشان يتحد التلاتة وياخدوا ريتاكا ويرموه من مكان عالي عشان يخبط في الأرض، بس بيقوم تاني. والمرة دي بيقرر إن ريتاكا إن هو يستخدم جذوع عشان يهزمهم بيها، وبيفضل يدمر السد اللي واقفين قدامه عشان يغرقهم. بس بيكون بوبو امتص قوة كتير وبيكون أقوى منه ويستخدم كل قوته زي ما كان كسب بيعرفه، وبيدمر ريتاكا وبيرميه بعيد في الفضاء. بس بسبب الطاقة الكبيرة اللي استخدمها عشان يدمر ريتاكا بيقع بوبو على الأرض وهو مش قادر يتحرك، وبيفضل يقع لحد ما بينزل في النهر. بس بيشوفوا صحابه وهو بيقع وبينزلوا وراه بسرعة وبيطلعوه من النهر قبل ما يغرق وبيرجعوه تاني لبيته. أول ما بيفوق بيلاقي قدامه القائد اللي بيشكره على مجهوده وإن هو قدر يحمي آخر عناصر القوة، وإن هو كمان بيؤمن بقوته. بعد كده بيتجمع أهل كل الكواكب اللي اتدمرت على كوكب الأرض وبيعيشوا حياتهم عادي. وبتوصل عربية فيها عيلة بوبو، وكمان بيكون فيها كاسا اللي ما ماتش وكان عم فجأة لبوبو عشان ياخده بالأحضان، وبيقول له انت اللي انقذت الكوكب ولازم نعاملك زي الأبطال. وبيفضل كله فرحان ومبسوط عشان يتجمع مع أهله إلا زولا اللي مراته بتقلبها نكد عليه عشان أخد بنته معاه في المغامرة الخطيرة دي، بس برضه بيقدر يضحك عليها بكلمتين. وبس كده بيخلص فيلمنا. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد.